السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتم صحة واحسن حال. قبل ما ندخل على الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا بقى فيديو النهارده روتيني كده كله حماس ونشاط. يلا بقى اول حاجه كده بناكل الطيور زي ما انتم شايفين. طبعا هنا بقى كنت جايبه كده كتاكيت صغيره كده عمر يوم، فحطيتها طبعا في العشه دي بتاعه الارانب. اللهم صل على النبي. وهنا بحط لها بقى الاكل بتاعها والميه كده. طبعا برضو اللهم صل على النبي. هنأكل برضو الطيور كده اهو زي ما انتم شايفين. كنت كده حاطه لهم عيش في ميه، فقلت بقى اما احط لهم بقى برضو الاكل. وبعد كده برضو نحط لهم برضو الميه. اهم حاجه الميه يا جماعه في الحر دي، تمام. اهم حاجه الميه في الحر للطيور. الجو صعب خالص. برضو هنا كده حبيت اوريكم الجنينه المتواضعه بتاعتنا دي. اللهم صل على النبي. هنا زي ما شايفين كده بقى الزرع كده ابتدى يطرح. طبعا دي شجره كده البرتقال اللي انا وريتها لكم في الاول. ودي شجره ليمون. ودي شجرة زيتون زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا يعني دي أول طرحة لقيها السنة دي شجرة الزيتون دي. ودي النخلة بتاعة البلح هنا. اللهم صل على النبي. وطبعا ده رزق البيض النهاردة من عند الفراخ. رزق اليوم النهاردة كده من عند الفراخ. اللهم صل على النبي. وهنا برضو كده باكل الارانب زي ما انتم شايفين، بحط لهم كده البرسيم. وبغسل اللي هي بيشربوا فيها الميه دي كويس. اهم حاجه النظافه يا جماعه للطيور وللارانب. وهنا برضو كده كان عندي برضو جوزين حمام كده، فحطيتهم برضو في العشه دي. قلت يعني كده بعيد عن الطيور، يعني كده يبقوا في عشه لوحدهم كده يعني. تمام. اللهم صل على النبي. وهنا برضو انا هعمل برضو الغدا. اللهم صل على النبي. زي ما شايفين الغدا بتاعنا النهارده كده اقتصادي. هنعمل مدفونه بالبطاطس. في ناس بتعملها باللحمه او بالفراخ، بس انا بقى كده حبيت اعملها اقتصاديه. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده جبت كده اللهم صل على النبي بصل. وحطيت عليها ماده دهنيه. وسبت البصله تدبل تمام، تدبل يعني ما تاخدش لون. بعد كده نزلت عليها بالبطاطس وقلبت قلبتها مع البصل كده لحد برضو ما اخدت لون بسيط. وبعد كده نزلت عليها بالرز. طبعا الرز بقى هنا بتديه تشويحه تماما كويسه خالص لحد ما يتشوح معاكي تمام. بعد كده بنزل عليها برضو بالملح. وبنزل عليها بالشوربه، وتظبط الشوربه بتاعتها وبتغطي كده عليها وبتسيبها لحد ما تتشرب. وبعد كده تهدي عليها النار اهو. هنا بقى المدفونه اتشربت. وطبعا انا هدي عليها النار لحد ما تستوي. طبعا الاكل دي بتبقى طعمها حلو خالص يا جماعه، موفره والله تجربوها تعجبكم تمام. بيبقى طعمها زي العسل. طبعا هنا بقى بنعمل جنبها طبق سلطه زي ما انتم شايفين كده. وتبقى اكله كامله متكامله. مش مكلفه يعني قصدي خالص. تمام. جربوها تعجبكم. هنا برضو كده دول حبه ناجتس كده. لو حابين ان انا يعني انزل لكم الطريقه تمام. مش اكتبوا لي في الكومنتات يعني. اللهم صل على النبي. برضو طبعا الناجتس ده بيبقى اقتصادي وكده اهو. هنا بقى بعد ما غرفت الاكل كده زي ما انتم شايفين بقى حبه سلطه. والمدفونه بتبقى طعمها حلو خالص. ممكن تحط جنبها حبه مخلل بتبقى حلوه يعني. اي حاجه يعني كده انت حابه تاكليها معاها. طبعا هنا برضو بعد ما خلصنا الغدا وكده واتغدينا. فقلت بقى اما اشوف بقى ايه اللي ورايا. قلت بقى كده نشطب المطبخ يا جماعه. على طول كده بنغسل مواعين الغدا زي ما انتم شايفين كده اهو. كان عندي حبه مواعين فقلنا نغسلهم يعني وكده. طبعا لميت الاكل ده كده من الحوض للطيور. وبقى كده برضو بشطب المطبخ زي ما انتم شايفين. عشان يعني كده بتكوني خلصت غداك وشطبت المطبخ ما يكونش ما بيكونش وراكي اي شغل تاني يعني كده. اللهم صل على النبي. واتمنى بقى انكم تشتركوا في القناه ودوسوا لايك. اهم حاجه اللايك يا جماعه عشان خاطر الفيديوهات تتشاف. بالله عليكم اللي تشوف الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم وليكم يا جماعه. بتمنى ان الفيديوهات تعجبكم وتنال اعجابكم اهو. طبعا كانوا حبة مواعين كده فقلنا بقى نغسلهم زي ما انا قلت لكم كده يعني. انا برضو كده بغسل صينية الاكل كده. وبغسل الحوض غسلة كويسة كده وخلاص كده بقى بنكون اللهم صل على النبي كده خلصنا اللي ورانا. طبعا برضو هنا بقى جبت المش كده زي ما انتم شايفين. كنت حاطاه في بطرمان صغير. فقلت بقى كده اما ننقلهم في بطرمان كبير. وطبعا المش هنا كان عندي يعني دود وسوس. فطبعا ايه
صفيته كده كويس بمصفى، تكون يعني مصفى عندك سلك كده بتصفيه كويس. طبعا وهنا بقى اللهم صل على النبي حطيت قطع الجبن كده زي ما انتم شايفين. وبعدين كده بقى جبت دواء للمش اسمه دلكار، بتروحي على العطار كده بتقولي عايزه دلكار. تمام. طبعا هنا بعد ما حطيت المش كده في البطرمان الكبير ده والجبنه، جبت كده كان عندي لبن قاطع دول حبه شرشه، فحطيت فيهم ايه اللهم صل على النبي كده، ده الدواء بتاع المش زي ما بيقولوا كده، هو اسمه دلكار. تمام. وبعد كده بنزل عليه بملح خشن زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا بقى هيبقى معاكي احلى مش ده. ونزلت عليه هنا بشطه حمرا زي ما انت شايفه كده، الشطه دي بتخلي معاك المش يعني حلو خالص كده. بقى دي طريقه المش. وبس كده بيكون الفيديو خلص. بتمنى انكم تشتركوا